انت تستخدم مصايب ليبيا باش تبتل فتنة بين الشعب الليبي والشعب الجزائري وترضي نفسك التي جابتك للسوء. حي الله الجزائر وحي الله فرق الانقاذ الجزائرية وحي الله اهلنا في الجزائر واحبابنا واصحابنا وبارك الله فيهم على فزعتهم. والكلام هذا كله عار على الصحة، واذا كان في شيء زي هذا صار في ليبيا احنا اولى ان نتكلم عليه واحنا اولى ان احنا نحكوا فيه. انت كمغربي المفروض تلهى بمصابك الجلل وتلهى بالناس وتترحم عليهم وتساعد كان عندك كيف تساعد، ولا تسكر فمك وتبتعد عن الفتنة. ولكن اصحاب الهوى واصحاب الفتن هذا هو تخصصهم. سبحان الله، عندهم عقدة وعندهم فتن، يتنفسوا في فتنة. سبحان الله. وهذا الشكلات اللي قدامك تخيلوا. هذه طبعا انا الفيديو جايبها من صفحة متاع قناة اخبارية على اساس مغربية، وسبحان الله كلام ما يتفواش به الا التافه وما يستمع له الا التافه، وتعليقات التافهين كتر. سبحان الله، خاشين في الفتنة ويخوضوا فيها. حي الله اهلنا في الجزائر وحياهم الله على وقفتهم. والكلام اللي ينقال عارنا على الصحة، واذا كان هذا الكلام موجود اصلا من الاصل احنا الاولى ان احنا نتكلم عليه، وهذا ليس شأن لكم، ما لكمش علاقة. احنا والجزائر ما لكمش بينا علاقة، وخدها فوق فوق ما دام هي وصلت هيك، خدوها فوق فوق. انتم ما لكمش علاقة بيننا وبين الجزائر، ومن تتدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. اما الخزي والعار عليكم وعلى الاشكال اللي زيكم. طبعا نحترم المحترمين واخوتنا المغاربة واخوتنا الجزائريين، ولكن اخوتنا الناس الطيبة. اما متعين الفتن ومتعين التفاهة والسفاهة هذا ما همش اخوتنا، هذا اعدائنا واعداء الامة واعداء الاسلام واعداء كل شيء. هذا هم سبب تشطينا في هذا العالم. سبحان الله، خزي والعار عليكم. في اخر الكلام حي الله الجزائر واهلها الطيبين، حي الله الجزائر. عندنا ما بنقوله تاني بس.